خدعوها بالحلوى فكانت نهايتها صدمة. جريمة طفلة العياط. تخيل إنك سايب بنتك الصغيرة تلعب قدام البيت وفجأة تختفي، تدور عليها، تسأل الجيران، وبعد ساعات تلاقي جثتها مرمية في مصرف في العياط، وتحديدا في محافظة الجيزة. 3 شباب صحاب كانوا قاعدين في أرض زراعية بيتفرجوا على محتوى إباحي. فجأة شافوا طفلة عندها 5 سنين بتلعب لوحدها. الشيطان لعب في دماغهم، نادوا عليها بحجة يجيبوا لها شيبسي وحاجة حلوة، والبنت بروحها البريئة راحت. خدوها جوه الأرض واعتدوا عليها واحد ورا التاني لحد ما البنت فقدت الوعي من اللي تعرضت ليه. ما وقفوش هنا، لما شافوها مغمى عليها خافوا انها تفوق وتفضحهم، قرروا يقتلوها. غرقوها بإيدهم في حوض مية جوه الأرض، ولما ماتت رموها في المصرف علشان يبان انها غرقت لوحدها. لكن ربنا ما سابش حقها يضيع. الشرطة قبضت عليهم واعترفوا بكل حاجة، قالوا بصوتهم انهم اغتصبوها وقتلوها علشان ما تتكلمش. ما كانوش بني ادمين، دول وحوش في شكل بشر. النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بتشريح جثة الطفلة، وطلبت تحريات كاملة عن الجريمة.